يا باشا، الدليفري جالك يا باشا وقاعد يرن عليك، ما استلمتش الاوردر. لا، مين اللي معاه يا شبح؟ معاك مطعم الوجبه الاشخي الاكيل الاشخ يا باشا. وانت الوجبه ولا الاكل؟ انت هتهرق يا جنتل؟ مش انت طلبت اوردر من شويه ما استلمتوش؟ لا. لا يا باشا، انا ما طلبتش حاجه. الله، مش انت شوقي محمد احمد السيد عبد الرب وحسنين الدمياطي؟ وعنوانك تاني بيت جنب المشحمه بعد نزله الكوبري بجوار صيدليه بالشفا ان شاء الله. يعني تقريبا. وايه اللي يعني انت ولا مش انت؟ تقريبا كده يا باشا، تدخلني في تفاصيل ليه؟ تقريبا يا عم اني. ولما هو انت ما استلمتش الاوردر ليه؟ يا باشا ما حدش رن عليا يا باشا، انا كنت واقف مستنيه وبطني بتقطع من الجوع وعمال اقول فين الدليفري فين الدليفري، ما حدش رن عليا. حق يا ابني انت ما رنتش عليه. كداب يا معلم سنتوف، انا رحت له ورنيت عليه سالني الاوردر بكام، قلت له بكذا. بعدين سمعت واحده بتصوت وبتقول له طلعني يا شوقي، راح قافل تليفونه بعدين. على فكره الواد الدليفري اللي عندك ده مش امان، عشان ده اسرار عائليه. يابا فكك منه وركز معايا، ما استلمش الاوردر ليه؟ يا باشا انا كنت بهزر، معرفش ان انتوا تاخدوا الكلام بجد وهتجيبوا اكل فعلا. طالب 5 طواجن ورق عنب بالكوارع و7 كيلو كفته و2 كيلو ريش وتقول لي بهزر؟ يعني انت بذمتك عمرك شفت حد بيطلب 7 كيلو كفته؟ ما هو باين أهو ان انا بهزر. طب انا اودي الاكل ده كله فين يا باشا؟ بتاع الدليفري دلوقتي رجع لي بيه تاني. يعني بتاع الدليفري يجيب لك الاكل؟ يابا الف هنا على قلبك يابا، انا مسامح فيه. يا ريس انا اللي مش مسامح، الاوردر بتاعك ب 5000 جنيه وانت ما استلمتش ولا دفعتش. يا عم مش بتاع الدليفري جالك تاني يا عم، استلم انت يا عم، والف هنا يا عم، انا مسامح. انت لما تاكل كأن انا اكلت. هو انا بعزم عليك يا حبيبي؟ الاوردر ب 5000 جنيه يا حبيبي، انت مخسرني 5000 جنيه. خسرت فلوس اي نعم، بس كسبت معرفه اخوك شوقي الدمياطي ومعرفه الناس كنوز يا باشا. اللهم طولك يا راح. باشا ابعت الفلوس يا باشا، انستا باي ولا فودافون كاش ولا اي حاجه. لا يا باشا والله اصل انا ما بفهمش في المحاميل، انا اخري بتك على الزرار اللي بيفتح وبيقفل. يا اخي حسب الله ونعم الوكيل فيك، ده انت راجل لفته وجيف غور يا عم، مش عايز منك حاجه. ماشي يا عم، مش ما بتلزاش. طب هتعمل ايه في الاكل ده يا حاج؟ وانت مالك بقى يا سيدي؟ هطلعه لله لاي حد غلبان. يا عم انا مش عايزك تقعد تدور كتير، انا اعرف ناس غلابه قوي هم اولى يعني. فين الناس دول يابا؟ اكتب عندك يا باشا، تاني بيت جنب المشحمي بعد نزلة الكوبري بجوار صيدلية بالشفا ان شاء الله. مزايا قلب العذاب